يعيش بالخبز وحده بل يعيش بالكلمات، وهو المؤمن كذلك، لأن الصوت له أهمية كبرى لتبليغ الرسالة إلى مستمعيه، وهو الذي يعتقد جازما أن الإذاعة دورها بالأساس تثقيف المستمعين والارتقاء بالذوق العام. لذلك كان عادل يتنفس الإذاعة ويمكث بها أكثر من مكوثه لمنزله قرب أسرته التي كانت السند القوي لتحقيق نجاحه، فكان عطاؤه للإذاعة عطاء غزيرا، فقوبل هذا والحمد لله بفيض كبير من حب الناس. إن صوت عادل يوسف لن يموت بل سيبقى صداه عالقا في الذاكرة. اسمحوا لي أن أنقل لكم ما كتبته حفيدته ياسمين بعد أن بلغها نبأ وفاته. قالت باللغة الفرنسية سكوني: Une voix si belle qu'elle en est devenue éternelle, un départ qui me coupe le souffle, une absence qui laisse un vide immense dans mon cœur, mais aussi dans tout un pays. Cet homme qui se crée par nature